السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف دايرين البنات؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتكم قناة كويزين ياسين. وصفتنا ديال اليوم بايلا بطريقة سهلة ومبسطة، فواكه البحر والدجاج بطريقة سهلة. اللي بغى يدير غير الحوت يدير غير الحوت. انا هنا غنشاركها معكم بفواكه البحر والدجاج بطريقة سهلة. تنتمنى تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتشجعوني بلي لايك والتعاليق الزوينين فضلا وليس امرا. ندوزو نشاهدوا المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا 4 ديال الفخيضات ديال الدجاج قسمتهم على جوج. بالنسبة للتوابل، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الابزار، شوية ديال الحار، 4 د الفصوص د الثومه، وكاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه للدجاج ديروا القياس اللي بغيتيو ديروا الصدر وتقطعوه مرصويات، او ديروا الصدر ديال الدجاج، او ديروا الفخيضات ديال الدجاج. انا هنا درت 4 ديال الفخيضات قسمتهم على جوج. غادي نضيف التوابل من بعد ما حكيت دوك 4 الفصوصه ديال الثومه، وغنضيف شويه ديال الماء فين غنشحر هاد الدجاج، وغادي نضيف شويه ديال الزيت. غندير الدجاج في هاد العطريه يشرب، وغنخليه واحد شويه حتى يشرب العطريه، من بعد عاد غنديرو يطيب. ومن بعد درت كاسرونه فيها القشور ديال الكروفيت ودرت عليهم الماء. هاد الماء هذا هو اللي غنمرق به حتى الاخير، عاد نمرق به. العافيه راها مهيله بالنسبه للدجاج، ماشي مجهده باش ما ينشفش داك الماء، لان ما دايرينش فيه الماء كثير غير باش يشرب ديك العطريه، وفي نفس الوقت كيطيب نص طياب. بسم الله. غادي نضيف نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف 2 بصلات مشلضين وغنشحرهم في هذا الزيت. هنا درت مقله كبيره ودايره الرز كتير، على حسب افراد الاسره ديروا، كل واحد يدير على حسب افراد الاسره. تقدروا تعبروا الرز بالكاس، كاس بين 2 الاشخاص باش تعبروا. بالنسبه للدجاج والحوت تقدروا ديروا القياس اللي بغيتيو، كتير او قليل بلا عبار. 4 ديال الفصوص ديال الثومه حكيتهم او بشرتهم غنضيف مع البصله. تكون العافيه مهيله، ما تكونش العافيه مجهده باش ما تحرقش البصله. انا بغينا هنا البصله باش تنزل. بالنسبه للروز هنا عندي 900 غرام ديال الروز، يكون داك الروز زوين اللي ما يكونش مهرس. بالنسبه اللي بغى العبار ديال الروز بقياس بالكاس، كاس ديال الروز بين 2 ديال الاشخاص. هذه بالنسبه اللي بغى يعبر. خويت عليه هنا الماء وغنخليه في الماء واحد شويه باش يطلق داك النشا ديالو او ديك الماء. شوف الماء كيف كيولي بيض، هذاك هو اللي كيعجن الروز. من بعد غنصفيه، هو من بعد ما صفيته من الماء وغسلته مزيان داك الماء البيض ما بقاش فيه داك الماء، غادي نشحرو مع هاد البصله والزيت. غنشحرو مزيان. العافيه ما تكونش مجهده، تكون من الافضل تكون قليله باش كيشرب داك الروز مزيان. كنبقى نحرك فيه باش كيشرب ديك الزيت وكيتشحر. من بعد تنضيف عليه الخضر اللي كتوفروا عليها. عندي هنا شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الفلفله، كلشي مكونجولي. اللي عنده ما مكونجولينش يدير ما مكونجولينش. هنا انا البايله كنبقى نخبع لها في الفريغو شويه بشويه، اللي عندي كنخليه في الفريغو. من بعد ملي كنشوف عندي الفلفله عندي الجلبانه
جوج ديال الخيزويات مقطعين، قطعتهم مكعبات صغار، او جوج ديال الجزرات مقطعين مكعبات صغار. حتى الحوت ملي كيكون كاين كنخبعو منه شويه في الكونجيلاتور باش ملي كنبغيوه للبايله كنلقاوه كاين. بالنسبه للحوت هنا عندي نصف كيلو ديال الكراميل. كيف ما قلت لكم كنبقى نحط في الفريغو شويه، كتكون عندي واحد شويه كنخبعو ونعاود نولي نخبع حاجه اخرى حتى كنجمع داك المواد ديال البايله عاد تنديرها. اللي بغات دير هاد القضيه ديرها. وكيبقى الحوت اختياري بالنسبه بالنسبه للقياس، تقدروا ديروا اقل او اكثر. هنا عندي فواكه البحر، كلشي كونجولي. كنبقى نخبع كيف ما قلت شويه بشويه. حتى هنايا عندي نصف كيلو. بالنسبه للبايله، البايله هي الحوت، الا ما كانش فيها الحوت ما كتجيش زوينه بزاف، ما كتجيش زوينه. بالنسبه اللي بغى يقطع الصدر ديال الدجاج مرصويات ويضيفو بهذه الطريقه هذه بحال اللي غيضيف الحوت. ملي كيكون الدجاج صحيح اللي كنشحروه باش كيطيب ديك النص طياب وكيشرب العطريه ديالو. تنخلط هادشي مزيان باش كيتخلط الروز مع الحوت مع الخضار بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نضيف التوابل، نفس التوابل اللي درت في الاول للدجاج، نفس التوابل هما هادو، نفس التوابل اللي درت. بالنسبه للحار اللي بغى يضيف الحار اكثر يضيف. هنا عندي الكروفيت، كيبقى اختياري القياس اللي بغيتيو ديروا نص كيلو او قل او اكثر. كنعتذر على هذا الصوت عند الجيران، كنعتذر عندهم خدمه ولا عندهم شي حاجه. هي هذه لاصوص اللي بقات من الدجاج ما غنضيعوهاش، غادي نضيفوها على داك الرز وعلى داك. هي هذه غنضيفوها بهذا الشكل هذا ما نضيعوهاش. غنخلط مزيان هذا الرز باش يشرب هاد لاصوص اللي خويت عليه ديال الدجاج. حكيت واحد الحبه ديال مطيشه كبيره ومعلقه ديال المطيشه المركزه وغادي نضيفهم. من بعد غادي نضيف عليهم لاصوص. داك الماء اللي سلقت فيه القشور ديال الكروفيت صفيته فوق ديك الاناء فين شحرت الدجاج. من بعد غادي نبقى نضيف شويه بشويه. هاد القياس ديال الماء اللي غنضيفو للرز غادي نضيف جوج ديال الاطرو ديال الماء. بالنسبه للماء عبرت جوج اطرو ديال الماء، عاد ضفت عليهم القشور ديال الكروفيت يتسلقوا. كيجي ديك المذاق ديال الحوت في الماء، داكشي باش كنديروا المرقه ديال الحوت. هي هذه كتسمى مرقه او الدجاج، عاوتاني اللي بغى يدير عظيمات ديال الدجاج يديرهم يتسلقوا ومن بعد يمرق به. المهم يكون العبار جوج اطرو باش ما تنشفش او تلصق او تحرق لكم البايله ديالكم. ضروري خص يكون العبار باش تعرفوا شحال كديروا. ما تقبضوش وتخويو الماء. اللي ما بغاتش دير المرقه ما ديرش، دير الماء عادي. اللي ما بغاتش دير، ما بغاتش تسلق الدجاج او تسلق الحوت او تسلق القشور ديال الكروفيت، كيبقى الاختيار لكل واحد. بالنسبه للدجاج ندير له التزيين بهذه الطريقه، كل واحد يدير الطريقه اللي بغا. غادي نضيفهم بهذه الطريقه هذه وغنخليهم وتكون العافيه مهيله. ومن الافضل تكون المقله فوق الفرن احسن من البوطه باش كتجي العافيه في الوسط. هنا ضفت الكروفيت بهذه الطريقه هذه وكملت الماء اللي بقى، جوج لتر ديال الماء اللي بقى. وغنغطي المقله بهذا بابي كويسون. تنغطيو المقله مزيان بابي كويسون. من بعد تنديرو لا بابي لامينيون. نسيت ما درتش ورقات سيدنا موسى، غادي نضيفهم دابا. من الافضل يداروا في الاول. دابا غادي نسد عليها وغنخليها واحد نصف ساعه والعافيه تكون مهيله. ومن بعد غنديرها في الفران تشمع. الشكل النهائي ديال البايله كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي رائعه لا في المذاق ولا في المنظر. نتمنىكم ان شاء الله تجربوها بالصحه وبالسلامه ان شاء الله. كنشكر جميع المتتبعين، نشكركم بزاف. ما تنساونيش من البارطاج ومن لي لايك ومن التعاليق الزوينين فضلا وليس امرا. واللي ما مشتركاش في القناه تشترك معنا في القناه باش يوصلوها دائما الفيديوهات الجداد. ما تبخلوش عليا من لي لايك والتعاليق الزوينين. الى اللقاء، الى فيديو مقبل باذن الله.